بُص، أنا عندي سؤال واحد، هو سؤال one question. مين اللي راح جاب أحمد عيد من المصري علشان ييجي يلعب في النادي الأهلي؟ مين اللي راح يجيب أحمد عيد من دكة النادي المصري عشان يلعب أساسي في النادي الأهلي؟ أنهي عين دي والّا أنهي مدير تعاقدات والّا أنهي خرا عشان يروح يجيب أحمد عيد من دكة النادي المصري عشان ييجي يلعب في النادي الأهلي، ييجي يلعب في مكان وبييجي يلعب في نادي زي النادي الأهلي. يعني بناءً على إيه اخترتوه؟ أنا بقى أنا السؤال ده مجنن أمي. بناءً على إيه اخترتوا أحمد عيد يا عم الفنان الواد الجامد الوشيخ قوي عشان يجي يلعب في النادي الأهلي؟ مين اللي راح يجيبه؟ عمل إيه في حياته علشان يجي يلعب في النادي الأهلي غير إن هو شتم رموز النادي الأهلي جنب إمام؟ ما هي أوسخ صفقتين دخلوا النادي الأهلي، إمام وأحمد عيد. يعني إمام دخل النادي الأهلي عشان شتم برضه النادي الأهلي، ورحت جبته بوظت المبادئ ونيلت النيل على دماغ اللي خلفونا احنا كجمهور، ورحت جبت إمام وسكتنا عن ده وقلنا الواد اعتذر والواد خلاص نيل وهيلعب وهيعمل الكلام ده كله وخلاص. ورحت جبت لي الصفقه ما هي الا سواد على النادي الاهلي وبتجبروه علينا. يعني هو احنا مجبورين على الواد ده اجباري هيلعب؟ يعني يا جدع رجعوا لنا محمد هاني، احنا ولاد 60 ولاد 60 كلب كده ان احنا رحنا قلنا ان احنا عايزين حد مكان محمد هاني. يعني انا ما هو انت ما تقنعنيش ان هو بيعرف يلعب علشان تجيبوا النادي الاهلي. ما هي بقت كوسه الخطيب من ساعه ما دخل النادي الاهلي، وبقت كل اللعيبه اللي بتيجي مش مفهومه. سمساره، يعني هو سمساره. يعني هي ماشيه سمساره في النادي الاهلي ان اي لعيب عايز يطلع منه سمساره هتروح تجيبه. ما هو انت اقنعني. كل الصفقات اللي النادي الاهلي جابها كلها كسر، كلها كسر. ايه يا جدع ده؟ ايه يا جدع ده؟ وايه يا استرو بايه العك ده؟ ايه القرف ده؟ يا نهار اسود علينا يا جدعان. يا جدع اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اللي يشوف التشكيله قبل ما تبدا يقول ان احنا هننزل ناكل الملعب، مع ان انا متاكد وعارف ان ماتش البنك الاهلي بيبقى اصعب ماتش وبخاف منه اكتر من ماتش الزمالك واكتر من ماتش بيراميدز. ماتش البنك الاهلي طول عمره بيكون اصعب من ماتش الزمالك وماتش بيراميدز. ما تفهمنيش بقى ليه ما اعرفش البنك الاهلي بقى كعبه عالي علينا ولا ايه ظروف امه، ما انا مش فاهم. نازل النهارده تشكيله ما تلعبش في مركز شباب، تشكيله ما تلعبش في مركز شباب، تشكيله انت راكن معظمهم على الدكه بقالهم مع جنبك كده ما شاء الله، بقالهم 3 4 ماتشات ما بيلعبوش. فتقوم تيجي النهارده في ماتش مهم زي ده في وقت مهم علشان خاطر تنافس على الدوري اللي ضاع زي كاس مصر ما يضيع وزي ما افريقيا هتغور ب 60 داهيه ومش هنطول اي حاجه السنه دي. ورايح النهارده تجرب لي بشويه لعيبه زي بن شرقي، ورايح بين رمضان اللي قاعد دكه بقاله قرن، ولما لعب في ماتش يانجا افريقياس في تنزانيا كان خرا ونزلته النهارده وكان اجباري علينا لحد الدقيقه 95 و18 ثانيه كمان بالثواني اهو غير بتاع الشوط الاول، وهو اجباري علينا في الملعب. رحت طلعت مروان عطيه وسبته لي في الملعب وهو ما بيعرفش ينقل اي حاجه. جبناه، انا شايف ان احنا جايبين بين رمضان علشان خاطر ماتش بورتو. هو ما لعبش مع الاهلي كله غير ماتش نادي بورتو اللي هو كان في كاس العالم، ومن ساعتها شكرا خارج الخدمه خلاص ملوش لازمه. فانت انا وكمان منزل احمد عيد. يا جدعان احمد عيد انا كل ما اسمع الاسم ده بتجنن اقسم بالله. احمد عيد يلعب في النادي الاهلي ازاي؟ ده كان دكه لكريم العراقي في النادي المصري. كريم العراقي مش محمد هاني بقى، يعني كريم العراقي كان مقعد احمد عيد دكه في النادي المصري، وانت رايح جايبهولي وتلعبه اساسي على محمد هاني. التشكيله اللي بدا بيها المدرب الفني بتاع النادي الاهلي النهارده كانت عك. كل اللي في الملعب مفيش حد منهم كله بيلعب في المركز بتاعه. تريزيجيه مش في المركز بتاعه وكان بيخش ويزيد في ال 18 ما نيلش النهارده حاجه غير الله لو حكي لي الكره اللي هو جابها ايه في الار 2، وكان في اكتر من ار 2 عملهم كان اسهل من اللي هو جابه وكان بيضيعه. شفت النهارده بن شرقي مش على عدلته، ما بيلعبش في عدلته. نزل حسين الشحات مش على عدلته بتلعب نص الملعب. لما جبت حبيت تعدلها رحت جايب لي بن شرقي وحسين الشحات حاططهم قدام بعض في نص الملعب. مروان عثمان ما لمسش كوره طول الماتش. نزلت المهاجم وقلت هتلعب باتنين راس حربه وقلنا تشكر وهيهاجم والدنيا جميله، مفيش ولا اوفر طلع يتلعب للاثنين. شفنا الكرة اللي جت اللي كانت تخلص الماتش للمهاجم الجديد اللي بدل ما يعملها بطن رجله في اي زاويه راح يوديها في اخر كورنر، روح هاتوها من هناك. ما هي كلها صفقات بشنج. اقسم بالله النادي الاهلي ما كان عارف يجيب اي مهاجم، ولما لقى نفسه اتزنق وانا قلت الكلام ده من مره، لما لقى نفسه اتزنق قال لك اجر اجيب اي مهاجم درجه رابعه درجه 16 واسد الناس وخلاص. وهنزل النهارده
اساسيات مهاجم يا جدعان، اساسيات مهاجم مش عارف يلعبها، اساسيات مهاجم مش عارف ان هو يلعب كوره ببطن رجله في اي زاويه من المرمى ده كله. المرمى ده كله مش عاجبه، يعني المرمى اللي هو واقف فيه ده كله مش عاجبه. فالتشكيله من الاول غلط، التشكيله اللي بادئ بيها المدير الفني للنادي الاهلي غلط. وانا بدات اقول اقسم بالله ان المدرب بتاع النادي الاهلي ده ما يفهم اي حاجه. لا عبقري بقى، وفوقك من الكلام اللي قلته ده، لا عبقري ولا نيله، وهيطلع في الاخر بياكل عيش لما كل انديه الدوري المصري وكل مدربين الدوري المصري بياكلوا على قفاه عيش. طب يبقى انا كده استفدت ايه؟ طب ما انا كنت ده علي ماهر برقبته بقى، علي ماهر اللي بيخسر منه برقبته. فانا مش فاهم، مدير فني بياخد دولارات وبياخد عمله صعبه ومش عارف يكسب اي ماتش في الدوري المصري. يعني هو في ايه؟ انا حاسس ان ماتش بتروجيت بيتعاد. والشناوي، نيجي للشناوي، نيجي لابو ايد مقطوعه اللي ما بيرميش نفسه على اي كوره. هي ما فيش، انا الشناوي ارمي ايدي على اي كوره وامدي ايدي اجيب الكوره حتى لو قريبه مني. ليه انتوا عايزيني انا الشناوي بيه ارمي ايدي؟ انتوا مجانين. فاللي هو انت إيه يا عم؟ انت يا عم احنا بننزل كل ماتش خسرانين جون بسببك. يا عم في ايه؟ غور يا عم، هتبوظ تاريخك والله، غور، انا خايف عليه، غور. انت كده تاريخك كله على بعضه هيبوظ. خد بعضك وغور في 60 داهيه علشان الواحد جد، الواحد زهق. مين وسطك في النادي علشان مصطفى شوبير الموهوب اللي احسن منك ما يلعبش عليك؟ يعني ما مش فاهم. وبعدين ايه قصه ان ماتش افريقيا وماتش دوري؟ احنا مش في حضانه، ولا ان احنا في دوري مراكز ولا دوري مدارس. هو ايه اللي حارس مرمى في افريقيا وحارس مرمى في الدوري؟ مفيش الكلام ده. طول عمر النادي الاهلي هو حارس اساسي بيلعب، لما بيبدا يعك زي ما الشناوي بيعمل يتركن. ما شفناش الكلام ده خالص بقى. هو عشان اصل الشناوي مقموس، البي مقموس، ابو ايد مقطوعه مقموس علشان مش عايز يقعد دكه. فايه؟ طب معلش اقف انت في الدوري وهننقبه هو في افريقيا، وايه ماتش وماتش والدنيا ماشيه والدنيا جميله. كذا كان كده ماشي. فضنا على جمهور الاهلي، وانا كده كده ما بترميش عليا كوره. كل كوره يا جدع نفس الكوره. ماتش بتروجيت طلع مسك الهوا، ماتش النهارده مش هاين. يعني هو يعني بص، الشناوي ما بيرميش ايه، يعني اي حارس بيمد ايده، يعني انا مش عارف اجيبك، بيمد ايده وينط، يعني النط بيعمل تراوي ويمد ايده. لا الشناوي ايده كده وينط كده، اللي هو كده، اللي هو انا لا انا افتح ايدي وتوجعني ليه يا باشا؟ انا مش باخد فلوسي، انا مش باخد الفلوس وقاعد على قلبكم والاداره بتلعبني غصب عن المدرب وغصب عن اي حد. طب وانا مدي دي ليه؟ انا اوجع دماغي ليه؟ ما تخسروا ولا تغروا ب 60 داهيه. يا جدعان الشناوي بقى غلط، الشناوي ما بقاش غلط، الشناوي بقى نيله. الشناوي من قبل افريقيا وهو نيله، في افريقيا نيله، بعد افريقيا كام ماتش اللي لعبهم لبسنا جوان ونيله ونيله ونيله. طب ليه؟ ما احنا عندنا حارس موهوب اسمه مصطفى شوبير وبيلعب احسن من الشناوي، بيلعب احلى من الشناوي، عنده رد فعل سريع عن الشناوي. فاحنا ليه ان احنا نروح نجيب او نروح نوقف حارس مرمى عارفين ان هو هيضيع تاريخه كله بالعك اللي بيعمله؟ ليه بقى؟ انا عايز افهم ليه. يعني انا عايز افهم ليه. واحمد عيد إيه اللي جه في دماغي دلوقتي تاني بقى؟ انا كنا خلصنا منه. يعني عايز افهم ليه الشناوي بيلعب حارس مرمى في النادي الاهلي. انا عايز حد يجاوبني في التعليقات يقول لي ليه الشناوي بيلعب حارس مرمى في النادي الاهلي. ليه؟ انت عزيزي المشاهد ما عندكش اجابه، وانا ما عنديش اجابه، والجمهور ما عندوش اجابه، واللاعيبه اللي في الملعب ما عندهاش اجابه. الاجابه عند المدير الفني وايه ومدرب الحراس. هل ان هو مقموص زي ما احنا عارفين وعارفين ان هو مقموص، اللي هو انا مش هقعد دكه ولا انا هلعب احتياطي لحد، فاللي هو يلعب يا بلاش يا مشي يا غور؟ يا عم طب ما كنت تغور. انت مش جالك النصر؟ انت كان النصر عارض عليك وعايزك عايزك معاه، ما رحتش ليه؟ يعني هو مش النصر كان قال لك تعالى يا شناوي؟ يا عم كانت ليله سودة وليله غبره يوم ما قلنا ان خليك وانت احسن حارس في مصر وانت مش عارف ايه. يا عم يحرق ميتين الكوره يا جدع، اقسم بالله والله العظيم الواحد طه. الواحد كان بيستنى ماتش الاهلي. يعني انا بالنسبه لي انا كان الماتش النهارده يخلص احسب امتى الماتش الجاي واقعد استناه. ده انا كنت حاطط التليفون عندي بره كده العداد بتاع ماتشات الاهلي. انا قرفت، انا زهقت من الاهلي وزهقت من اللعيبه وزهقت من الاداره وزهقت من كل حاجه ليها اسم نادي الاهلي. ما خلاص بقى، ما انا بقيت مجنون، انا ما اعرفش بقى. ما هو انا ما حد يجاوبني طيب. يعني انا مش فاهم، هل يعقل ان احنا نادي الزمالك اللي عليه مشاكل الدنيا كلها، وعلى فكره الزمالك هيكسب بكره والزمالك هيسبقك ببونت، الزمالك اللي عنده المشاكل دي كلها، الزمالك اللي عنده المشاكل دي كلها بالقضايا دي كلها باللعيبه اللي ما بتاخدش فلوس باللعيبه الناشئين، هيكسب بكره وهيسبق النادي الاهلي ببونت.
وانت يا فرقه المليار، يا احسن لبس واحسن فلوس، وقسطك بتاخده اول باول، وقسطك الفلوس بيوصلك اول باول، وبتلعب في احسن نادي وبتتدرب في احسن نادي ومش متاخر لك ولا مليم، وفي الاخر اشوف العك ده في الملعب. التاني اللي رحنا جبناه، الصفقه اللي ما يقال عنها ان هي بالونه بقى زي ما الجماهير بتسميها، بتاعت نادي الزمالك، احمد السيد زيزو. وعلى فكره قبل ما اطلع اسجل الفيديو ده وانا بقلب كده قبل ما اطلع، عشان ايه ما اطلعش ان انا متعصب قوي، انا شفت بوست اول مره اشوف بوست عقلاني لجمهور الزمالك على صفحتهم، بيقول لك احمد السيد زيزو بقى ايه. احمد السيد زيزو مش احسن حاجه، احمد السيد زيزو مش احسن حاجه، مش شتموه بقى، احمد السيد زيزو مش احسن حاجه، وبالدليل ان لاعب على اساس بقى ان هو عنده موهبه، ولاعب في السن ده يرجع من الاحتراف ويسيب الاحتراف ويرجع مصر. النقطه ديت انا ممكن ما اعلقش عليها، اقول لك هي فرق عقليه، ممكن يكون موهوب زي امام عاشور بس فرق عقليه. لكن النقطة التانية بقى اللي قالوها، اللي اثبتت فعلا ان انا بدأت اشوف جزء من الزملكاوية بيفهموا، مش ان هم بيطبلوا او بيزيدوا، ان بيقول لك امام عاشور لا مؤاخذة زيزو كان في نادي الزمالك الاسطورة بتاعتهم وظاهر والكلام ده كله، عشان كان هو احسن الوحشين، هو الوحيد اللي فيهم، والباقي كتع كسح كسل، هو الوحيد اللي كان ظاهر فيهم. فبالتالي فبالنسبة لك زيزو هو ده الواد الجامد اللي مفيش زي. وانا والله العظيم كنت قلتها، والله مش فاكر قلتها لمين، قلت له زيزو لما يجي النادي الاهلي هيبقى نجم وسط نجوم مش هيعمل حاجه، انما زيزو لما كان في الزمالك كان نجم وسط معاتيه، فبالنسبه لهم كان هو الاسطوره بتاعتهم. وهو كان زيزو النهارده من ساعه ما جه النادي الاهلي بلح، في افريقيا بلح، في الكاس خرجنا منه، اداء صفر، بقيت بحس ان هو بيهرب من الماتشات علشان خاطر ما يشيلش الخساره. هو يعني النهارده شفناه عشان عمل سبرنت يا محترم، يعني سبرنت جرى، عمل سبرنت كده ما شاء الله، اللاعب جرى اهو. احنا ما شاء الله عندنا لاعب بدل ما كان دريجن بقى بيعمل سبرنت مسك الخلفيه طلع شكرا. اركنه بقى شهر، اركنه شهر ونص، شهرين على ما يتعالج بقى وياخد بعضه كده محترم معزز مكرم، وهو طالع ياخد احمد نيل ولا احمد عيد من النادي، وياخد بعضه ويروح لامام عاشور وياخدوا بعضهم ويغوروا ب 60 داهيه. صفقات الزمالك بتكون طول عمرها نيله، مفيش ولا صفقه جت من نادي الزمالك وفلحت. كهربا وباظ، كهربا نور طفى عليه اهو، نور طفى على كهربا ما عادش نافع اهو ومشي. زيزو نفس النظام، زيزو انا شايف له ما عملش حاجه مع الاهلي ولا هيعمل حاجه في وجود تريزيجيه. تريزيجيه النهارده شفناه اكتر لاعب في الماتش عمل مجهود، هو الوحيد اللي هو بص حط تريزيجيه وحط ايه ال10 لعيبه، مع ان انا شايف العكس، هو اللعيب طبعا عمل مجهود وعمل مجهود يشكر عليه جدا، وهو اللي جاب لنا التعادل اللي كنا نطلع بخساره وفضيحه. بس انا عندي مليون علامه استفهام على وجود اليو دانج على الدكه. انت مقعد اليو دانج جنبك ليه؟ هو انت مش قلت له يا مدرب يا محترم ان انا عايزك معايا ومش هنيلك تروح فالنسيا؟ لما انت عايزه معاك قعدوا دكه ليه؟ افهم بقى، ما قعدوا دكه ليه؟ اللعيب انت جبته قعدته دكه، او انت قلت له انا جاي قال لك انا عندي عرض، قلت له لا انا محتاجك وانت العمود الاساسي وانت الخرسانه وانت الصبه والكلام ده كله، قال لك حاضر، قعدته دكه ليه؟ يعني انا افهم. النهارده اليو دانجا لما نزل مسك نص الملعب بطوله، كنت قادر بتهاجم وهو واقف وسد ورا بص ومفيش، ويطلع يزيد ويطلع ويرجع يدافع والدنيا كانت جميله. انت بقى ما قعدوا دكه ليه؟ يعني ما قعدوا دكه ليه؟ اقعد افهم، انت مقعد اليو ديانج دكه ليه؟ ليه ايه حد ليه؟ ها ليه اللي هناك ده يقول ليه، او اي حد يقول ليه انت مقعد اليو ديانج دكه ليه؟ انت قلت له انا مش همشيك عشان عايزك، فقمت مقعده دكه بتعاقبه؟ يعني مفيش السياسه دي بالنادي الاهلي، ولا ممكن تكون في؟ ما هي كل حاجه كابتن الخطيب بوظها، المبادئ باظت، السياسات باظت، الصفقات بقت مضروبه وبنضرب على قفانا عشان ناخد صفقه. رحنا جبنا عمرو الجزار ب 60 مليون وادينا لهم احمد رضا اللي كان ماسك النهارده نص الملعب بطوله، ما كانش حد قادر يعديه. فالخطيب خلاها ميغا، بقت ميغا. بص الخطيب كده ومن ساعه ما جه ماسك النادي الاهلي وبقت ميغا. الله يرحم ايام محمود طاهر، الله يرحم ايام محمود طاهر وصفقات محمود طاهر. يعني الواحد النهارده بقى بيتنشأ على صفقات محمود طاهر، حسين الشحات، محمود وحيد كانت صفقه حلوه، محمد محمود، صالح جمعه مايسترو خط النص الملعب، بس الله بقى يسامحه على عقليته، علي معلول اللي كان يقدر يأدي سنه. يعني انت وبنسبه ذكر يعني ايه اللي احنا جبنا بقى سيره علي معلول وكوكا والشله دي كلها، هو انت جايب يوسف بالعمري علشان تقعدوا دكه لكوكا او تطلعوا بره القايمه لكوكا؟
يعني هو رجل واحده من علي معلول ب10 من كوكا، رجل واحده من يوسف بالعمري على الاقل، انا ما شفتهوش بس على الاقل هيبقى احسن من كوكا اللي مش عارف يرفع عرضيه واحده، الكوره بتيجي في رجله مش عارف يرفع عرضيه، مفيش عرضيه واحده توحد ربنا رفعها صح، فمش طبيعي. يعني هو اجباري كوكا علينا يعني المدرب العبقري اللي مش فاهم حاجه، او المدرب اللي مقتنع باللعيبه دي، فانا شايفه ان هو نيله، اللي يقول لك انا كوكا عندي من الركائز الاساسيه. طب كوكا بيدافع؟ لا. بيهاجم؟ لا. بيرفع عرضيه؟ لا. بيشوط؟ شفنا له كوره النهارده قلشت من على رجله وكان هيقع وما كانش عارف يشوط. طب هو وظيفه امه ايه في الملعب علشان انت تطلع تقول ان هو اساسي معايا وان انا ما اقدرش استغنى عنه ومش عارف الكلام ده كله علشان كوكا؟ يعني كوكا اللي مشينا علي معلول علشان اجله، ومشينا وقاعدين بالعمر دكه او بره القايمه علشانه برضه؟ يعني ايه؟ شفنا النهارده علي معلول مع الصفاقسي هناك مبدع، بيجري بياخد الملعب من اوله لاخره، ما شاء الله ما شاء الله. وكان في الاهلي بيقول لك اصل مش هيقدر ومش عامل. اتضح ان الاهلي بقت كلها سمسره، بقت كلها مجاملات بقى ووسايط وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. فيعني انا مش فاهم، انا مش فاهم النهارده ايه اللي حصل في الملعب اصلا. بجد والله انا ما فاهم ايه اللي حصل في الملعب، ايه اللي احنا نيلناه في الملعب ده، ايه الاداء الخرا اللي في الملعب ده. طب اقول لك حاجه، احنا اتعادلنا اهو، بس احنا ما كناش هنتعادل، احنا ما كناش هنتعادل لولا ان البنك الاهلي رجع لورا. البنك الاهلي لو كان كمل ضغط علينا كنا هنخسر، والله كنا هنخسر. البنك الاهلي لما تراجع لورا العيوب والمشاكل بتاعه التشكيله بتاعه النادي الاهلي اختفت نسبيا، قلت بمعنى اصح، لان انت ما عادش حد بيهاجمك فالدنيا هدى. انما هو لو بيهاجم هتلاقي نص الملعب مباح، هتلاقي الاطراف ما فيش، هتلاقي احمد عيد ماشي كان لابس طرد الله احمد عيد. احمد عيد لو انا شفته في اي ماتش النادي الاهلي انا هولع في التلفزيون وهولع في الماتش، وهو مش هتفرج. مش ناقصه مش ناقصه يعني مش ناقصه عقم يجي للجمهور بسبب واحد كان دكه. دكه، انا كل ما اسمع الكلمه دي بتجنن. كان دكه لكريم العراقي في النادي المصري، رحت انت جبته ولعبته اساسي في النادي الاهلي ليه بقى؟ عارف ليه؟ كل ده عشان تمشي صفقه مصطفى العش. مصطفى العش خدوه وهاتوا لنا ايه؟ احمد عيد مكانه عشان اصل عمر كمال هيروح مش عارف ايه. طب عمر كمال كان ارحم، عمر كمال كان ارحم، على الاقل كان بيدافع وما كانش بيهاجم. جبتوا لنا واحد لا بيدافع ولا بيهاجم ولا اوفر، حتى شفت له لقطه حسين الشحات بيقول له خش يا ابني اديها لك، قالوا لا 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 اديها لي هنا يا حبيبي، خش اديها لك. لا 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 اديها لي هنا. ما هو انا يا حسين الشحات انا لو طلعت قدام مش هعرف اجيبها وهتبقى منظري وحش ومش عارف. كلام كله هري في هري، لعيبه مش بتعرف تلعب، مدرب فني منزل اللعيبه مش عارفين اماكنهم فين، مش عارفين هم بيعملوا ايه، ما عندهمش خطه. انا ما شفتش خطه في الملعب، ما شفتش خطه توحد ربنا في الملعب. كل اللعيبه مش في مراكزهم، كل اللعيبه مش في ادائهم، باستثناء تريزيجيه بطل النادي الاهلي حتى الان، هداف الاهلي في دوري، هداف الاهلي في افريقيا، هو الوحيد المنقذ للنادي الاهلي حتى الان. فكل اللي فات كوم، والسوادي اللي احنا داخلين عليكم تاني لو الزمالك كسب بكره احنا هنبقى خلاص. يعني انا من منبري هذا بقول لك الدوري شكرا، الدوري ده مش هيخرج بره عن سيراميكا وبره عن بيراميدز، ومش عايز اقول لك ان ممكن تحصل ان احنا نبقى الرابع والزمالك هو اللي ياخد الدوري. فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني حسبي الله ونعم الوكيل والله بجد اقسم بالله في اللي وصل الاهلي للمستوى الهزل اللي هو فيه. وحسبي الله ونعم الوكيل في الاداره بتاعت النادي الاهلي اللي وصلت الاهلي بلاعيبته بصفقاته بالهيصه بتاعته دي كلها ان هي تبقى بالمنظر ده. فيعني هارد لك لجمهور الاهلي وهارد لك لتريزيجيه فقط، انما الباقي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم.